السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دراجه. النهارده هنعمله ريفيو جديد على عجله جديده وهي الفورمات. طبعا شركه فورمات هي شركه غنيه عن التعريف في السوق المصري وطبعا في السوق العالمي. هي اصلا في الاصل هي شركه روسيه ولكن بتصنع بعض درجاتها في الصين، او على الاقل الدراجات اللي موجوده في مصر هي متصنعه في الصين، لكن هي في الاصل هي شركه روسيه. الدراجه اللي معانا النهارده هي في الجروب بتاعها هو جروب كامل، جروب كلاريس اللي هو الار 2000 الشكل الحديث. عندنا البوارات طبعا ار 2000، عندنا الجشمه الخلفيه ار 2000. معلش طبعا انا حذر ان احنا بنصوره في مكان جديد ومكان مميز قوي، نادرا ما حد هيصور لكم وياخد الريسك ده، وهو احنا فين؟ على البحر عند الصخر على الطرف على طول يعني اهو. دي الجشمه الخلفيه جشمه كلاريس. وعندنا الكاسيت الخلفي هو كاسيت طبعا صغير جدا جدا عن العاده. احنا دايما معتادين ان الكاسيت الخلفي في الغالب الاسبرنتات بيبقى اكبر من كده، لكن الكاسيت اللي معانا ده هو كاسيت مايكرو شيفت. طبعا شركه مايكرو شيفت هي شركه امريكيه، طبعا مش معروفه قوي في مصر لان هي مش منتشره، ولكن ادينا اهو بنعرفكم ان في شركه امريكيه اسمها مايكرو شيفت. ممكن تكون نزل منها شفترات مضروبه او باسمها قبل كده في الجالاكسي، اللي هي تقريبا مش فاكر كانت تقريبا الام 50 تقريبا كان نازل شفتراتها مايكرو شيفت، مش فاكر الام 50 او البي 200 اتش حاجه زي كده. عموما ده مش موضوعنا يعني، المهم ان انت ممكن يكون عدى عليك الاسم ده قبل كده. ده الكاسيت الخلفي بتاعنا كاسيت مايكرو شيفت. وزي ما قلنا الجشمه الخلفيه هي جشمه شيمانو كلاريس. وعندنا الكرنك الامامي هو كرنك بوتوم براكت، كرنك الومنيوم. طبعا بوتوم براكت في الفئه السعريه دي هنقوله طبعا السعر ممكن يعني مش هنقوله في الفيديو طبعا، لان طبعا ممكن يعدي وقت من اللي بيشوف الفيديو فيلاقي ان السعر بعد كده اتغير، فمش هنقوله السعر في الفيديو، ولكن هو عموما هي قيمه مقابل سعر فعلا. يعني حضرتك بتشتري عجله براند زي ده هي قيمه مقابل سعر بالفعل يعني. عندنا طبعا زي ما قلنا الكرنك ده هو كرنك بوتوم براكت، كرنك ألمونيوم طبعا. وعندنا طبعا الجشمه الاماميه هي جشمه شيمانو كلاريس ار 2000. الجشمه دي طبعا بتنقل نقلتين كعاده الحال يعني في الدراجات الرود. ادي الجشمه اهي زي ما واضح في الفيديو، يا رب يكون باين تمام. ومعانا طبعا زي ما قلنا الكرنك ده طبعا زي ما احنا شايفين شرايحه كبيره 52 سن. ده الكرنك الامامي اهو تمام. وطبعا ده شكل العجله، ده شكل الفريم. زي ما احنا شايفين اهو، اللون طبعا مميز جدا 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 يعني. اتحداك ان انت ممكن تلاقي عجله باللون ده، فطبعا انت حتى كمان بتشتري تميز، بتشتري عجله مميزه جدا. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اذا اتسرقت منك فطبعا سهل التعرف عليها، الا اذا طبعا يعني اترشت، وده بيبقى موضوع صعب شويه يعني. لكن لان حتى كمان مكوناتها مكونات مميزه. ده لون العجله اهو. طبعا معانا جادونكس. الجادونكس ده طبعا متهيألي مش ناس كتير عارفاه. جادونكس ده موجود منه للبيع، متوفر منه للبيع. ده جادونكس هاند ميد قماش، مش فوم زي ما احنا معتادين في العجل. زي ما قلنا ده قماش اهو تمام. موجود منه طبعا الوان، متوفر عندنا الوان للبيع. ممكن تتواصل معايا على الواتساب، هحط الرقم بتاعنا في الديسكريبشن، تتواصل معانا او لينك الصفحه ان شاء الله تقدروا تتواصلوا معانا في العجله دي او في اي حاجه تانية احنا عارضينها للبيع يعني ان شاء الله. ده شكل العجله اهو. طبعا يعني يا ريت بقى يعني يا ريت تشجيعا انا عايز لايك وشير وسبسكرايب يعني. يا ريت يعني كفايه المخاطره اللي احنا فيها دي يعني، كفايه البتاع اللي بتزحلق دي يعني فاهم. فيعني انا عايز افهمك ان انا عشان يعني اعمل لك فيديو ممتع فانا فعلا باخد ريسك يعني، انا اتعورت بجد فاهمين. فيا ريت يعني اشوف دعم، وانا بشكركم يعني عموما على اللي احنا وصلنا له في القناه. وبس نكمل بقيه ريفيو للعجله. احنا هنا معانا طبعا الجنود دي طبعا الومنيوم، هي جنود فورمات. السرر بتاعتها كواندو. السرر بتاعتها ايه؟ طبعا كواندو احنا عارفينها هي غنيه عن التعريف، وطبعا هي سرر كويسه جدا بالنسبه للموجود في السوق يعني. طبعا في حاجات اعلى بكتير متوفره طبعا عندنا براندات استعمال خارج، براندات يعني من الصعب جدا ان انت تلاقيها، هي متوفره عندنا باذن الله يعني. وزي ما قلنا احنا هنسيب لكم رقم للتواصل اذا احتجت اي سره باي نوع باي مواصفات، احنا تحت امركم. متوفر عندنا جميع السرر يعني باذن الله. طبعا السره على كويك ريليز طبعا يعني، مش محتاجين نقولوا ان هي كويك ريليز يعني احنا بنتكلموا في فورمات يعني، مش بنتكلموا في حاجه صيني. انا اسف يعني مش بنتكلموا في براند صيني تمام. كوبش الفرامل طبعا معانا كوبش الفرامل 3 قطع
طبعا قويه جدا. طبعا في اقوى بكتير يعني تمام، ولكن انا بالنسبه للفئه دي فهي طبعا قويه جدا يعني، كوباش ممتازه. في طبعا زي ما قلنا اقوى، في عندك تيكترو، في عندك شيمانو، ففي حاجات طبعا اعلى بكتير، ولكن انا بتكلم بالنسبه للفئه السعريه دي فهي طبعا كوباش ممتازه يعني. طبعا الجنط الخلفي برضو الومنيوم، نفس الجنط الامامي فورمات. الصوره الخلفيه معانا كواندو، ادي الصوره الخلفيه اهي، طبعا صوره الومنيوم. طبعا عندك زي ما قلنا الكاسيت احنا قلنا ورا، والجشمه الخلفيه كلاريس ار 2000. عندنا طبعا التيش بتاع الكرسي هو تيش فورمات الومنيوم، طبعا الكرسي بتاعها الاصلي كرسي فورمات تمام. عندنا طبعا برضو الرقبه فورمات، الرقبه الومنيوم، عندنا علامه فورمات هنا اهي، طبعا فيها لمسات حلوه قوي يعني ما شاء الله. عندك طبعا برضو هنا الجادون فورمات اهو، الجادون من قدام، معلش انا بتحرك ببطء شويه عشان ما تزحلقش. جادون فورمات، ادي البورات كلاريس ار 2000 الشكل الجديد. ده كده مواصفات العجله بشكل سريع. طبعا الكفات يعني برضو من الميزه الجميله جدا يعني ان الكفات نفس لون العجله، متناغمه مع اللون بتاع العجله يعني. متهيألي كده انا قلت كل حاجه. طبعا عندك الكاوتش ده استعمال خارج براند بيتوين. وطبعا الدراجه الومنيوم، يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عن الكادر، يعني الكادر الومنيوم. يعني في عجل كتير ما بينزل دلوقتي يقول لك الومنيوم، ولكن طبعا الاختلاف بيبقى في السبائك. سبيكه الالومنيوم بتفرق من عجله للتانيه، ممكن اقول لك دي الومنيوم ودي الومنيوم ودي الومنيوم ودي الومنيوم، ولكن بيفرق طبعا في سبائك العجله اللي هي الحاجه او السبيكه اللي هي بتبقى عباره عن معدنين مع بعض يعني. فانت بيبقى عندك الومنيوم مخلط بحاجه ثانيه، الالومنيوم نفسه بيبقى حاجه كويسه. انت طبعا بيبقى عندك السبائك بتاعت الالومنيوم، في بيبقى عندك 60 61 وفي 7005 وفي 7000 يعني. المهم موضوع طويل، احنا دلوقتي يعني بنختصر الموضوع ان طبعا العجله دي الالومنيوم، وطبعا الومنيوم يعني غير الصيني اللي موجود في السوق يعني. ده كده بشكل ملخص امكانيات العجله. اتمنى ما اكونش نسيت حاجه يعني ان شاء الله. وهو عموما كان ريفيو سريع، وانا اسف على الانقطاع الطويل يعني، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جايه باذن الله. اهم حاجه ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس بجانب زر الاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. ازود برضو معلومه ثانيه، ان القلب بتاع الكرنك، ادي ده الكرنك اهو، القلب بتاعه ده قلب شيمانو ياباني، بوتوم براكت شيمانو ياباني. واخدين بالكم ان ده شيمانو ياباني، مش الجالاكسي اللي هو الصيني اللي بينزل في السوق. ده بوتوم براكت، القلب بوتوم براكت شيمانو ميد ان جابان. فطبعا يعني احلى سلاسه واحلى استخدام للكرنك اثناء القياده بتاعت العجله. بس انا يعني المفروض انا نهيت الفيديو، بس انا حبيت احط الحته دي كمان زياده.